تشهد مرتفعات الهوغار وتصل تساقطا للثلوج بدءا من ليلة الغد الخميس، كما ستبقى المناطق الشمالية تحت تأثير الاضطراب الجوي إلى غاية بداية الأسبوع. المزيد من التفاصيل مع السيدة هورية بالرقة المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية. نظرا لتسرب الهواء البارد على المدن حتى الجنوبيه للوطن، تتوقع ان شاء الله مصالح الارصاد الجويه تساقط بعض الثلوج، ولكن هذه المره على مرتفعات الهوغار والطاسيلي التي يتعدى علوها 1300 متر، وهذا ابتداء من ليله يوم الخميس باذن الله. اذا ليله الخميس الى الجمعه تبقى دائما الاجواء غير مستقره على المناطق الشرقيه للوطن، قد نشاهد حتى تساقط بعض الثلوج ايضا على المناطق الشرقيه التي يفوق علوها 800 الى 900 متر. اما بالنسبه للمناطق الوسطى والغربيه فالاجواء متقلبه وكذلك غير مستقره، بارده ايضا، فمن حين لاخر قد نشاهد تساقط بعض الامطار تكون على شكل زخات، ولكن هذه الامطار تكون متقطعه من حين لاخر، تكون اجواء فيها صافيه، عبور بعض السحب، عوده للزخات من الامطار. كذلك بعض الثلوج تبقى دائما متوقعه على المرتفعات، خاصه منها الغربيه للوطن التي يتعدى علوها 1100 متر. اما المرتفعات الوسطى للوطن فبعض الثلوج متوقعه على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر فقط. بالنسبه للوضعيه الجويه القادمه ان شاء الله تحسن متوقع اذا على اغلب المناطق الشماليه للوطن ابتداء من اواخر يوم السبت، اذا راح يعود التحسن، ولكن تبقى دائما الاجواء غائمه على المناطق الشرقيه، ولكن يكون تحسن تدريجي، تزول ان شاء الله الثلوج وهذا في اواخر يوم السبت، بينما تبقى الاجواء صافيه حتى على المدن الغربيه، وهذا باذن الله.